شهدت الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية مأساة حقيقية خاصة داخل اتحاد الكرة المصري بعد انتشار واقعة الزنا المخلة بالشرف اللي كان طرف فيها مسؤول كبير جدا في اتحاد الكرة. الحمد لله قدرنا اننا نجيب نص التحقيق عشان الكلام يكون بالظبط، ما نكونش بنفتري على حد او بنزود شيء على حد ما حصلش. نص الكلام في اقوال التحقيقات كان كالاتي: ان هناء كانت بتروح لمسؤول كرة القدم في شقته، ان هو راودع عن نفسها ولامس مناطق عفته، مشيرة إلى أنها رفضت في المرة الأولى ووافقت على ذلك في المرة الثانية، خاصة بقى أن هو وعدها بشقة ووظيفة. وجاء في أقوال المتهمة أن المسؤول باتحاد كرة القدم أقام معها علاقة جنسية وأنها وافقت على ذلك لتحقيق ما وعدها به، وأضافت أنه تواصل معها في شهر سبتمبر الماضي، وكمان أخبرها أن هو مسافر إلى بورسعيد وسوف ينتظرها هناك حتى يقيم العلاقة الجنسية معه. وأكدت المتهمة في أقوالها أنها سافرت إليه بورسعيد ومارست الجنس معه هناك. وعن سبب تصويرها العلاقة الجنسية قالت أنها صورت العلاقة بعد تهربه منها ومن الوعود التي أعطاها لها، فبتقول لك انها قررت تصوره علشان تعرف تهدده بعد كده. واشارت المتهمه كمان ان المسؤول اعطاها 8000 جنيه بعد ما هددته وجعلته يشاهد صورا من الفيديو الذي كان بحوزتها، مؤكده انها كانت تحتاج للاموال بسبب حبس والدها. كما جاء في اقوال نجل مسؤول اتحاد الكرة ان المتهمه استدرجت والده لاقامه علاقه معه، وأضاف أن المتهمة أرسلت مقاطع فيديو على هاتفه الخاص وهددته بفتح الأمر إن لم يعطيها مبلغ مالي كبير. وأنكر نجل المسؤول باتحاد الكرة قائلا: أنا معرفهاش غير لما اتصلت بيا وقالت لي على المشكلة اللي بينها وبين والدي، واتهمتها في محضر رسمي هي وزوجها وشقيقة زوجها بمحاولة ابتزازه والحصول منه على مبالغ مالية. كمان المحامي اللي اسمه أحمد مهران اللي هو كان موكل الزوج ساب القضية وطلع في فيديوهات عامة وتقريبا فضح الزوج، فضل بقى يقول عليه كلام أنا شايف إن هو غير مهني، لأن دي في الأول وفي الآخر كانت أسرار، وإذا كنت اكتشفت إن هو كذاب أو أي حاجة كنت تقدر إن أنت تنسحب من القضية بسكوت، لأن الموضوع ثابت بالفعل إن هو فيه زنا وفيه مواويل كبيرة جدا. فتعالوا نشوف جزء من الكلام ده ونشوف المحامي كان رأيه إيه. بس اللي بقول لك عليه اسمع، انت اول مره تقول لي على موضوع ان انت مقدم بلاغ قديم للنائب العام قلت لي عليه النهارده. اول يوم اول مره اقول لك عنه. والنهارده قلت لي ان في امين شرطه اتصل بيك وقال لك تعالى عشان عايزينك تروح عشان البلاغ اللي انت مقدمه ضد مراتك من شهر كام مقدمه؟ من شهر 6. انت حكيت لي على الموضوع ده قبل كده؟ لا ما حكيتش عليه. يبقى ان انت خبيت عليا ان انت عامل بلاغ من شهر 6، يعني معنى كده انك عارف بواقعة الزنا من اكتر من 5 شهور وخدعتني وما قلتليش. ده مش كده وبس، ده انت انا لسه سامعك دلوقتي على الهوا مع الاستاذ مصعب العباسي في برنامج علامة استفهام، وانت بتقول ان انت عارف ان مراتك محبوسه ومحبوسه بقضيه ابتزاز. انت ليه ما قلتليش؟ انا بديتك بي دي اف اول لما قابلتك في المكتب، اديتك المحاضره قلت لك كانت ضغط على اختي واختي ما رضتش. لا انت قلت لي ده هي انا مش عايز اتكلم في الموضوع من زمان عشان هي بتهدد اختي وانا خايف على اختي واختي اتبهدلت. حصل؟ لكن ما قلتليش ان انت تعرف انها محبوسه بقضيه ابتزاز. انت خدعتني، انت خبيت عليا وخدعتني. انا عرفت على الهوا لما مصعب العباسي في برنامج علامه استفهام وقعك في الكلام، وانت قلت ليه ما قلتليش من اول يوم جيت لي كده؟ ده انا مراتي محبوسه ومحبوسه في قضيه ابتزاز، وان هي اللي صورت الفيديو وكانت بتبتز. امال انا بعت على التليفون بي دي اف بتاع اسلام ليه عند حضرتك في المكتب، المحضر بتاعها كله بي دي اف، قلت لك كانوا ضاغطين على اختي وضربوها وبهدلوها. انت لا انت جبت لي الورق بتاع المحضر اللي هي عاملاه بتاع اثبات علاقه الزوجيه، وانها عامله محضر بتقول ان انت جوزها. والمحضر بتاعها بعته كده. انا عايز اعرف منك حاجه مهمه. انت يا اسلام قلت لي ان هي خلفت بنت، وان انت شاكك في اثبات نسب البنت دي. تمام. طب ازاي انت شاكك في اثبات النسب وانت اصلا هي ولدت في شهر 5 ولا شهر 6؟ 4 شهر 4. وانت محبوس كانت هي حامل. طب لو ازاي ولدت في شهر 4 وانت بتقول ان انت من شهر 3 مقدم بلاغ للنائب العام بتتهمها بالزنا؟ انت كذاب. هو انت مش امبارح انت واخوك قلتوا لي نقرا مع بعض الفاتحه وقلت لك انا ليا عندك شرط، قلت لي هو قلت لك تقول لي الصراحه وما تخبيش عليا. اول يوم يا
لا اول يوم انت قلت لي على المحضر بتاع جريمه، بتاع انها عايزه تثبت ان انت جوزها، وقلت لي بعقد الجواز العرفي والمحضر عندي. بص يا اسلام، انت ليه ما قلتليش، انت ليه ما قلتليش ان انت تعرف ان او ليه ما قلتليش ان في بلاغ انت مقدمه قبل كده للنائب العام في دعوى الزنا؟ قلت لك النهارده يا صاحبي. قلت لي فين؟ قلت لك النهارده، انا كنت هم كانوا مكلميني من يوم 3 ايام وانا نسيت اقول لك اصلا. قلت لي النهارده. قلت لك النهارده فعلا. قلت لي النهارده عشان ما حدش يقول لك هو ما قدمش ليه في الفتره الزمنيه دي كلها. بيصور بس، ولا ما تجننيش معاك. انت النهارده بس اتصلت بيا قبل ما اجي هنا الهوا وقلت لي في امين شرطه كلمك وعايزينك تروح. ايه؟ ايوه. قلت عايزينك تروح عشان انت كنت مقدم بلاغ قديم في النيابه بتتهم مراتك بالزنا، صح؟ حاضر. طب انت ليه ما قلتليش ده من اول يوم؟ ماشي، ما قلتش من اول يوم على ايه؟ على ان انت عامل بلاغ قديم للنيابه. ما انا ماشي، ما انا ما قلتلكش عليه يا استاذ احمد، قلت لك عليه النهارده. ايوه ليه قلت لي عليه النهارده وخبيت عليا قبل كده؟ اخاف عليك يا استاذ احمد، اخاف عليك البلاغ اللي انا مقدمه. ما قلتليش ليه لما جيت قلت لي انا عايز ارفع دعوى الزنا، وانا رحت قدمت بلاغ للنائب العام وانت مضيت عليه بالليل، مضينا عليه سوا واديتك فلوس وقلت لك روح بات في اللوكاندا عشان تبقى هنا في القاهره عشان تيجي معايا الصبح نروح لمكتب للنيابه. ما قلتليش ليه بقى؟ الفتره دي كلها المحكمه ما حدش اداني اي اشاره ان انا اروح فتره التحقيق. لسه مديني يوم الخميس اللي فات، انا ما قالوا لي ميعادك على بكره، هم ادوني ميعاد يوم الخميس. هم اسمع بس، هم ما قالولكش تعالى ومحدش اهتم وقال لك تعالى بعد ما قدمت البلاغ. ما قلتليش ليه؟ لا انا مش عايز اقدم بلاغ جديد، ده انا مقدم بلاغ قديم. ايوه. ما قلتليش ليه؟ معنى كده ان انت كنت عارف ان بواقعة الزنا في الوقت اللي انت قدمت فيه البلاغ. ايوه. طب الكلام ده كان في شهر كام؟ شهر 6، شهر 5. شهر 5 واحنا في شهر 11، يعني عدى 6 اشهر. ماشي، ما انا مقدم وكنت مستني التحقيق بتاع النيابه بتاع الشهادات. طب لما انت مقدم بلاغ بتتهمها بالزنا ومستني تحقيق النيابه، ما قلتليش ليه نكمل على القديم بدل ما نعمل بلاغ جديد؟ والله زي ما انت قلت لي انا جيت لك وكنت معاك وسبت الدنيا كلها ومشيت معاك وسبت استاذ محمد منصور وسبت اي حد. يعني انت سبت الدنيا كلها وسبت محمد منصور وجيت تبدا معايا من جديد؟ وزي ما شفتوا كده ده كان كلام المحامي احمد مهران، وكان عامل مداخله مع الزوج صاحب القضيه، وفضلوا يتناقشوا في الموضوع بقى، وده يكذب ده وده يكذب ده، والموضوع تقريبا كده مش هينتهي وشكله كبير جدا. كل يوم هيطلع فيه خفايا جديده، والموضوع ده مش هيسيب الراي العام دلوقتي لانه مش واضح ومش صريح، فكل ما يظهر حاجه جديده هتلاقوا الدنيا كل يوم بتنقل. الاغرب بقى في الموضوع ده ان هو بعد ما انتشر كل ما حد يجي يذكر المسؤول ده يقول لك كام، وعلى الناحيه الثانيه يجوا يذكروا والمتهمه يذكروا اسمها ويقولوا هناء عادي جدا، ويروحوا قايلين لك من ستر مسلما. طب هو الستر جه على الراجل وما جاش على الست، ولا الستر بيجي على الواصل بس واللي مش واصل بيتداس عليه؟ يا مذنبه يكش يقدموها في ميدان عام، ما تلزمنيش في الجزم. ولكن بس سؤال كده حابب اطرحه، هل الستر عندكم بيختلف من ناس لناس؟ ثم ان الموضوع بقى راي عام ولازم الكل يفهم، كل واحد يعرف اخرة الطريق الاسود اللي بيمشي فيه بيكون ايه. وصلنا لاخر الفيديو وانتهت الحلقة. السلام عليكم.